صباح الخير عليكم ومرحبا بكم البنات احبابي اصدقائي مطبخ ماريا. طولنا شويه عليكم، بصح معليش. جيناكم اليوم بواحد الوصفه تاع حلوه جديده. هي جديده بصح قديمه، عندها تاع بكري تاع زمان تاع امهاتنا وجداتنا. ان شاء الله تعجبكم. جربوها معايا ان شاء الله وتنجحوا. دوك تشوفوا معايا المقادير، واليوم ماشي انا درتها عجوزتي. انا متشاركين، يعطيها الصحه. ونبداو على بركه الله. المقادير كما راكم تشوفوا معايا: 2 حبات بيض، ما تكلف لكمش المقادير بزاف. دوك تشوفوا يعني اقتصاديه. وكاس حليب. وبنفس الكاس عندي كاس ونص فرينه. هذه مغرف تاع ماكله تاع سكر، معاها شويه ملح. وعندي 2 مغارف مايزينا نشا. كل واحد كيفاش يسميه بالمعروف، كل واحد واش المنطقه تاعو واش يسميه. ونروحوا لطريقه التحضير، يعني سهله وما تستحقوش. كاس ونص فرينه كما قلت لكم من قبل. كنت انا غربلتهم ووجدتهم من قبل، طبعا نقصت لكم شويه ما نقولش صامته، وليت لكم التفاصيل هذه نتوما كامل تعرفوها والله يبارك. نروحوا لطريقه التحضير كما قلت. بسم الله نبداو على صلينا ان شاء الله يا ربي. نبداو بالمقادير. كما قلت لكم هنا عجوزتي يعطيها الصحه يتعاون فيا الحق الله يبارك وناجحه فيها. انا مازال ما درتهاش الحق، يعني ما نعرف لهاش، هي دايرت لها ناجحه فيها. 2 حبات بيض هنايا، وخلطيهم بفوي. 2 حبات بيض كما راكم تعرفوا الله يبارك، تخدم بعقلها بإتقان يعني الحق. خلطيهم مليح ومشي بخلاط كهربائي. قلت لكم هذه حلوه تاع زمان، عندها حوالي حكات لي عليها حوالي 40 سنه هكاك. دارتها بيدها كما راكم تشوفوا بخلاط وشويه تاع الملح والمغرف تاع السكر تاع الماكله. كما قلت مغرف سكر ماكله. خلطيها مليح، ذوبي لذاك السكر والملح. 2 مغارف تاع مايزينا ولا تاع نشا واش تسموه. كنت غربلتها من قبل، غربلوها لقيت تخرج لكم واحد الحبيبات. انا غربلتها ووجدتها، ما حبيتش ندير لكم كلش. خلطتها مليح كما قلت لكم. وهذا الكاس تاع الحليب ثاني خلطيه مليح، خلطي يتجانسوا مليح. ديري الفارينه، الكاس ونص تاع الفارينه، خلطي بالعقل. والفارينه غربلتها، ما حبيتش ندير قدامكم كلش. خلطي مليح. وبالكم راكم شفتوا ما فيهاش خميره، ما نستعملوش خميره هنايا. هذه ما فيهاش خميره، ما فيهاش الزيت. اختار الزيت نقلي بها. بتشوفوا الاخر الطريقه تاع الطياب تاعها، يعني طريقه جديده. ديري الفارينه مليح وخلطيها. خلطي حبه تريح تتخلط مليح. ومن الاحسن نخليها تريح لك 3 سوايع 4 سوايع. حنا درناها الصباح وخليها طيبناها عشيه، استقهوينا بها، كانوا جايين ضيوف. راكم تشوفوا يتخلط فيها وخلطها مليح. وكما قلت لكم عجوزتها يدير فيها، يعني يعطيها الصحه. وقلت لكم يا البنات تعلموا وجربوها وسيوها تنجحوا فيها ان شاء الله. ما هيش حاجه واعره. كما قلت هي ما كاش اللي زاد معلم. تعلمي، خليها تريح وغطيها. تحب تريح من الاحسن خير، تجيك شابه. وقلت لكم عجوزتي ما تنساونيش بالاعجاب لايف شادينا تشجيعاتكم. وكما راكم تشوفوا انا درنا الزيت يتسخن. السر تاعها وتاع طيابها في هذا الطوابع، ديوهم يسخنوا في المقله ما قبل، سخنيهم مليح. وانا هذا الطوابع تاع بكري كما قلت لكم تاوعها يعني ملاح. كي يسخنوا مليح قطريهم بهذه الطريقه كما كتشوفي. وهي لا يطيب فيها. وبعد نشفيها شويه بالبابي ما تفدلكش الزيت، خاطر لا فتي فيهم الزيت تفسد لك الحلوى، تخليهاش تقطر لك لداخل الحلوى الزيت. بهذه الطريقه. وما تغطيهمش كامل لداخل، بالك ما تفهميش ولا غير نص شويه كما راكم تشوفون. وما هي واضحه في الصوره. ورشيها بمغرف ملعقه كبيره.
بتنحى وحدها. شوفي كما تشوفي يعني هي واضحة. وزيدي الطابع الاخر. عندي زوج انا هنايا، اللي عند هذه لي زوج باه توجدي بالخف، وديري حبة فوق حبة. أيوة بسم الله. هاك تشوفوا حبة رشيها مليح بالزيت باهي تنحى لها المول. دارت حبة فوق حبة كما قلت لكم من قبل. هذاك هي الاخر السر تاعها. وزيدي في الطابع الاخر وخليه يسخن لك مليح في الزيت، ونشفيه بالبابي. هاي حبة كي تطيب لك لوخا ديري عليها الحبة لوخا ورشيها، يعني ما تخافيش منها، حاجة سهلة ما تبانش بالك تشوفي فيها واعرة ولا حاجة، بصح يعني ولا غير الحق يعني سهلة. انا جربت معاها ثم حبة ما وريتها لكمش، جاتني واعرة حبة، ما دوزيام طروازيام نورمال كي تفوت يدك تمشي في الحاجة نورمال، ما كاش حاجة واعرة على كل حال. اللي حب يتعلم واللي يحب الحق البنات مليح نتعلموا على امهاتنا على عجايزنا على واحد مليح. بالك كاين اللي ما يعرفهاش. انا الحق كما قلت لكم قبل ما كنتش نعرفها، ما نكذبش عليكم، يعني ولا غير عجبتني هايله في الكو. بعد تشوفوا معانا نعسلوها تتعسل، قطروها كما كنتم تشوفوا بابي. هاي في الدوزيام. تكون هذيك الحبه الاخرى تزيد فوقها اختها كي تنشف، تزيد دير عليها حبه دوزيام. وهي هذه السر تاعها الحق هايله، تجيكم حبه فوق حبه يعني هايله. السر تاعها كما قلت لكم راكم تشوفوا فيه. ردت المول الاخر دوزام رداتو يسخن، لازم يسخن مليح، هي النجاح تاعها. كي يسخن ما قبل ما ديروه في العجينه يوضعها كما راكم تشوفوا هاي نشفاتو. هاو الدوزيام راه يسخن كما وضحنا لكم من قبل. ورشيها باه تتنحى لك من المول، تتنحى يعني ماشي حاجه واعره ولا. هاي الطريقه هاكي تشوفي. وهذا المقادير الكميه اللي درناها قدامكم تاع زوج حبات بيض، قطعت لي حوالي 15 حبه. ها هي قدامكم ولا غير روعه، طابت هايله. ها هنايا وجده حبه فوق حبه. وهي هذه نلاقوا الحلوه تاعها السر والجمال تاعها كديري حبه فوق حبه. نعسلوها كما قلت لك. خاطر ما فيهاش السكر من الداخل، درت لها غير مغرفه. عسليها هنايا مليح. وديري لا كانت لك الحلوى سخونه حسيلها تكون بارده، ولا الحلوى بردت خدميها بعد عسليها سخني لها الحسيله قطريها. هنايا عسليها مليح. هاي هنا عسلتها كامل. وطبعا ديريها تقطر. درت لها شويه جلجلان كنت محمسته قبل، ديريه من الفوق ورشيها به. هاي قدامكم ولا غير روعه جات يعني همه الحق، يعني تحطيها لضيوفك يعني حاجه شابه، يعني تاع بكري تقاليد بصح هايله الحق. ورشيها تجي تقرمش مقرمشه كي تذوقيها. وها هنا قدامكم ويعطيكم الصحة. ونشكركم ونشكر عجوزتي الحق يعطيها الصحة على المشاركة تاعها وبارك الله فيها. وان شاء الله تبارك خاطر تزيد دير لنا ان شاء الله تزيد وتشاركنا بكاش حاجات تاع تعبك نستفادوا منهم ان شاء الله، وتستفادوا نتوما ثاني معانا. ودولها اشتراك والاعجاب سجعوها. وان شاء الله نتمنى لكم ان شاء الله تجربوها، وانا ثاني نجربها ان شاء الله وننجح فيها. ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله ما نطولش عليكم هذه المره، ونجيب لكم فيديو واحد اخر. نتمنى لكم تجربوها ودينا الاشتراك بالاعجاب في القناه وتشجيعاتكم. ويعطيكم الصحه. تقوى ان شاء الله معنا بالصحه والهنا.